ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكلتنا النهارده هي الكريسبي ستريبس والريزو، وطبعا في البيت بيتعمل انضف طبعا وهيطلع احسن بكتير من بره. إيه عندنا اول حاجه التتبيله بتاعه الفراخ اللي احنا هنستخدمها. إيه عندنا هنا نص كوبايه لبن، وعندنا التوابل اللي انتوا شايفينها، عندنا ملح وعندنا فلفل، عندنا توم باودر وبصل باودر، وعندنا بابريكا وعندنا زعتر وعندنا كاري. هننزل بالتوابل دي، والتوابل دي احفظوها عشان احنا هنستخدمها في الكفر الاخير، هنحتاجها تاني. ورشة سكر. تمام. نزلنا بقى بيها في النص كوباية لبن، وهنزود كوباية مية. انا هنا حطيت نص، وتقريبا هرجع احط نص كمان بعدها. لازم نغطوا الستريبس اللي احنا هنقطعه. إيه لازم الخليط ده يكون مغطي وهنستخدم معلقة كاتشب. تمام، يبقى احنا كده حطينا ملح فلفل توم باودر بصل باودر بابريكا، حطينا زعتر وحطينا كاري، حطينا معلقة كاتشب. هنا بقى عندنا صدور فراخ. إيه لازم طبعا نستخدم صدور الفراخ. هنقطعها بالطول كده زي ما انتم شايفين، قطعناها شرايح رفيعة جدا، لان هي اصلا لما نحط الخليط ده فيها والكفر هتلاقوها في الاخر هتكبر معاكم، القطعة هتبقى كبيرة قوي. تمام. هننزل بقى، قلبنا التتبيلة بتاعتنا كويس، وهننزل بالقطع الصدور اللي احنا مقطعينها شرايح رفيعة. تمام. ده السمك اللي انا قطعته وكان حلو جدا. عايزة اقول لكم ان الصدر الواحد طلع معايا كمية كبيرة. وانا هنا كنت مستخدمة اكتر من صدر، والباقي طبعا بتحفظيه بقى في التلاجة او في الفريزر على حسب، لو هتستخدميه تاني يوم. مش هتستخدميه تاني يوم هتشيليه تحفظيه في الفريزر، وهنسيبها في التتبيلة مش اقل من ساعتين. هنحضر بقى هنا صوص اللي هنستخدمه مع الريزو. حطينا معلقة كاتشب. تمام. ونزلنا بمعلقة عسل، وهنحط كمان صويا صوص معلقة. هنحط معلقة كبيرة من كل حاجة. وهنا حطينا توم باودر، وهنحط كمان بصل باودر، وهنحط معلقة خل هنحطها دلوقتي. يبقى حطينا معلقة كاتشب، معلقة صويا صوص، معلقة عسل، توم باودر وبصل باودر، وحطينا ربع معلقة شطة، يعني حسب انتي حابة سبايسي او لا. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض. وفي معلقة خل كمان هضيفها دلوقتي، كنت ناسيها وهحطها دلوقتي. معلقة خل كبيرة برضو. تمام. الصوص ده اللي احنا هنستخدمه للرز. شوفي كمية الرز اللي انت هتستخدميها. انا هستخدم كوباية ونص رز. إيه هحط بقى في حلة، هحط زيت هسخنه. وهنا عندنا بصل مفروم. هنفرم بصلاية متوسطة على حسب برضو كمية الرز اللي انت هتستخدميها. المفروض هنا انا في خطوة عملتها قبل خطوة، هنا حطينا معلقة سكر. المفروض كنت احط معلقة السكر على الزيت، بس هي طالعة كده نفس النتيجة يعني عادي. المفروض بتحطي الاول معلقة السكر وبعدها البصلاية المفرومة. انا حطيت البصلاية المفرومة وبعدها معلقة السكر، والنتيجة كانت واحدة يعني، النتيجة طلعت واحدة. هنا بقى احنا كنا بنحضر الكفر الاخير بتاع الكريسبي. عندنا هنا دقيق. الكمية بقى انت بحط الدقيق على حسب الكمية اللي انت مقطعاها، كمية الفراخ اللي موجودة عندك. انا حطيت شوية كويسين عشان انا عندي كمية كبيرة. قلت لكم هاخد جزء منها، وفي جزء شلته هستخدمه عادي تاني يوم. وحطينا هنا معلقة بيكنج باودر، والتوابل بقى اللي احنا قلناها في الاول استخدمناها تاني، اللي هي الملح والفلفل والكاري والبابريكا والتوم باودر والبصل باودر. تمام. احنا حطيناه هنا بقى على الدقيق وعلى البيكنج باودر. كمية الدقيق بتحطيها حسب الفراخ اللي موجودة عندك. تمام. هنقلبها بقى، ده الكفر الاخير. هنرجع بقى نشوف البصل اهو، احنا عايزين اللون ده. الصوص بقى اللي احنا عملناه من شوية حطيناه على البصلاية المفرومة المتشوحة في زيت ومعلقة سكر.
تمام. شايفين انا اللون ده اللي هيخلي اللون معانا بتاع الرز في الاخر يبقى لونه بني. هنقلب بقى، هنشوح الرز مع البصلايه المفرومه ومع ال الخلطه اللي احنا عملناها، اللي هي العسل والصويا صوص والكاتشب ومعلقه الخل والتوم باودر والبصل باودر اللي احنا عملناه من شويه. تمام. هنشوح الرز مع البصل، وبعدها بقى هنزود الميه على كل كوبايه رز كوبايه ميه. هنسيبها بقى يغلوا مع بعض. انا زودت ملح وزودت فلفل اسود، على حسب تيست كل واحد، بتشوفي التيست بتاعك انت عايزاه، يعني الملح بتاعه انا بحط الحاجه مظبوطه. تمام. خلاص كده الميه عندنا اتشربت. هنوطي بقى النار وهنحط الغطا، وهنسيب الرز شويه على النار الهاديه خالص. هنا بقى الهوك ده انا اول مره استخدمه، يلا عشان خاطركم. حطينا زيت، هنحط زيت غزير لان الكريسبي عايز زيت غزير عشان يبقى كله نفس اللون ويستوي كويس جدا. ولازم الزيت يبقى سخن ويبقى درجة حرارة متوسطة. هنا بقى هننزل القطعة اللي احنا مقطعينها. احنا مش بنبططها، احنا بنحطها بنقلبها زي الحركة اللي انتوا شفتوها، وبعد كده مية ساقعة، عندنا مية ساقعة، وبعد كده هنرجعها تاني للدقيق. هنعمل واحدة تاني مع بعض. هنا كنت حاطه في الدقيق الاول على فكرة، وحطيتها للمية وبعد كده رجعتها للدقيق تاني، وهقلبها بالطريقة دي عشان انا عايزاها تعمل كفر من بره. شايفين التعريجات دي؟ انا عايزة اوصل للتعريجات دي عشان ده اللي هيديني الكريسبي، شكل الكريسبي من بره، وده اللي هيخلي القرمشة بتاعته تبقى كويسة. انا عايزة التعريجات دي. تمام. هنا بقى الزيت، عملنا تيست كده الواحدة. الزيت لازم يبقى سخن. تمام. وهنا خلاص كان سخن. هنا بقى عندنا حطينا الكمية نص الكمية اللي حمرتها. شايفين اللون ذهبي قوي، جولد قوي، حلو قوي ازاي. هنكمل بقى باقي الكمية اللي عندنا. زي ما قلت لكم احنا الكمية بتطلع كبيرة قوي، كتير. بتشيلي عادي، لو هتستخدمي تاني يوم بتشيلي في التلاجة، لو هتستخدميه بعد كام يوم هنحفظه في الفريزر. تمام. بس بقى هنكمل بقية الكمية. شايفين اللون؟ هنا بقى احنا لازم نطلعه على مصفى زي دي. بلاش مناديل، عشان المناديل هتخلي القرمشة دي ما تبقاش موجودة. الرز خلاص كده احنا طفينا عليه، شايفين الرز تحفة ازاي. هنا بقى بقية الكمية كنا بنحمرها. لازم المصفى، بلاش مناديل. تمام. شايفين الكريسبي؟ شايفين تحفة ازاي، وطبعا انضف طبعا من بره. اي حاجة في البيت طبعا بتبقى انضف من بره. كان مقرمش جدا ولذيذ قوي. دي توابل جاهزة للبطاطس. وهنا عندنا بقى الصوص اللي هناكل معاه الكريسبي. عندنا كاتشب، مايونيز، مستردة. ده احلى صوص، بيبقى طعمه حلو قوي. يلا بقى جربوها وقولولي ايه رأيكم. بجد ما تفرقش عن طعم بره. تستاهل ان انتوا تجربوها. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.